عمرِك قبل كده سألتِ نفسِك ليه أقوى الستات اللي إحنا بنحس كده إن هُم ستات قوية، ناجحين، شاطرين، بيعرفوا يشتغلوا، بيبقوا ناجحين في حياتهم، ليه أقوى الستات دول بقى جزء مش قليل منهم بيلجأ للعلاج النفسي؟ هل فكرتِ قبل كده إن أنتِ تسألي نفسِك السؤال ده؟ والعلاج النفسي عمل لهم إيه؟ وهل العلاج النفسي ساعدهم إن هُم يقدروا يوصلوا للقوة اللي هُم وصلوا لها دي، سواء كان في حياتهم، في شغلهم، في مستواهم، في كل حاجة هُم حاسين بيها؟ هل فعلًا العلاج النفسي ممكن يساعد إنه يخلّيكِ إنِّك تقدري إنِّك تكوني قوية وتستعيدي نفسِك من تاني وتقدري إنِّك تقفي على رجلِك بشكل أحسن؟ خلّيني أقول لِك إحنا بنصرف فلوس كتير أوي وبنستثمر كتير أوي في حاجات زي شعرنا، بشرتنا، اللبس اللي إحنا بنلبسه، لكن بننسى نفسنا من جوّه، بننسى احتياجاتنا الداخلية، بانسى صحتي النفسية، بانسى إزاي هاقدر إن أنا أحدد قيمتي قصاد نفسي قبل ما أكون باحددها قصاد الناس. فأنا زي ما أنا باقدر إني أستثمر في اهتمامي بنفسي وفي الskin care بتاعي وفي شعري وفي بشرتي وفي كل الحاجات اللي إحنا بنعملها دي كلها، أنا أكيد برضه محتاجة إن أنا أستثمر في صحتي. ده بالعكس، أنا كل ما كانت صحتي النفسية والجسدية أحسن، كل ما ده انعكس على شكلي، كل ما ده انعكس على نجاحي، كل ما ده انعكس على تعاملي الكبير جدًا والكويس جدًا مع الناس. الست الذكية هي اللي بتدوّر إن هي إزاي تعرف إيه جوانب الكسور عندها، وتحاول على قد ما تقدر إن هي تعالجها، وتحاول إنها تحسّن من صحتها النفسية وصحتها الجسدية، عشان ده هيفرق معاها في حياتها، هيفرق معاها في تعاملها مع الناس اللي حواليها، هيفرق معاها في مقدرتها وقدرتها على العطاء اللي هتقدر إن هي تدّيه لكل الناس اللي هي بتحبهم. فلو أنتِ حاسة إن أنتِ ناجحة كفاية ولكن في حاجة كده ناقصاكِ، أو لو أنتِ حاسة إن أنتِ عملتِ حاجات كتير بس في برضه حتّة كده ناقصة مخلّياكِ إن أنتِ مش قادرة إنِّك تكوني واثقة في نفسِك كفاية، وإن أنتِ تنجحي أكتر، وإن أنتِ توصلي لحاجات كبيرة جدًا في حياتِك، ما تتردديش ولو لثانية واحدة إن أنتِ تحجزي جلستِك النفسية الأونلاين دلوقتي، وما تنسيش هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.